يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا. نسيبنا بقى من الترندات الحلو وخلينا بقى في الحادق. احلى شاورمة فراخ هتعمليها، واسرع كمان شاورما، واسرع طريقة شاورما فراخ، حاجة كده في منتهى الجمال. يعني انت لو راجعة من الشغل متأخر هتعملي احلى غدا واحلى سندوتشات لاولادك بالجمال اللي انت شايفاه ده. حاجة كده في منتهى الجمال. تعمليها بقى في عيش بلدي، تعمليها في عيش سياحي، عيش فينو، عيش تورتيلا، كله ماشي معاكي. وكمان شوية طحينة. والمكونات وطريقة التحضير بسيطة جدا. يلا بقى نشوف المكونات مع بعض واعملي لي لايك. اول حاجة معايا صدور الفراخ بتاعتي، هقطعها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الكمية على حسب راحتك. بعد ما هتقطعيها شرايح هنتبلها ازاي؟ هنعصر على صدور الفراخ دي ليمون، وهنتبلها بملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ، وتوم بودرة وبصل بودرة، نص معلقة توم بودرة، نص معلقة بصل بودرة. ويا سلام بقى لو البابريكا اللي انت هتستخدميها مدخنة، بتدي طعم حلو جدا زي ما انتوا شايفين. وهنقلب المكونات دي مع بعض، او التوابل مع صدور الفراخ كويس جدا مع بعض، وهنسيبها بقى تتبل شوية عقبال بقى ايه ما نعمل الخلطة بتاعتنا. الخلطة دي هنحطها تحت الشاورما بتاعتنا، او هنحطها في السندوتشات زي ما انتوا شايفين. بصلة حمرا كده وتقطعيها شرايح رفيعة جدا علشان ما تكونش حادة معاكي في الاكل. وقرن فلفل احمر برضو هنقطعه شرايح، قرن فلفل قصدي اخضر هنقطعه شرايح، وطماطمايه، وشويه بقى من الخضره سواء بقدونس او كزبره. هنتبل الفرشه بتاعتنا دي بايه؟ هنتبلها بملح وفلفل ورشه كده بسيطه من السكر وسماق. احنا بنحط السكر يا بنات عشان يكسر الحده بتاعه البصل. وهتقلبي كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وهنسيب بقى الموضوع ده على جنب. يلا لو اول مره تشوفيني اعملي لي لايك واشتركي في القناه، وان شاء الله اقدر افيدك. نيجي بقى لتسويه الشاورما. هتجيبي الطاسه بتاعتك وتحطي فيها شويه زيت، والطاسه بتاعتك سخنه جدا، وهتنزلي بالشاورما زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وما تقلبيش فيها خالص لحد ما تبدا تغير لون كده. تروحي ترشي رشه كده من الزعتر، وتقلبي بقى الشاورما بتاعتك مسافة ما هتقلبيها، وهتفرديها مرة كمان على الناحية التانية بالشكل ده في الطاسة. هي خلاص كده استوت. زي ما انتوا شايفين رشة الزعتر بتفرق جدا في طعم الشاورما في الاخر، في خصوص وانت بتحمريها كده في الاخر بتفرق جدا. جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. شايفين انا رشيت رشة زعتر وقلبت زي ما قلتلك، وخلاص هي كده استوت واتحمرت معايا وبقت زي الفل. هنقدمها بقى يا بنات. هنحط طبعا الخضار اللي احنا قطعناه ده في الطبق بتاعنا، وهنحط عليه الشاورما بالشكل اللي انت شايفاه ده. بس بقى وتقدميها بالشكل دوا، وتقلبي الخضار مع الشاورما بتاعتك. طعمها تحفة، ريحتها اساسا رهيبة، وطعمها حلو جدا. بعد ما حطيت الفراخ انا بالشكل ده، هروح اعمل ايه بقى؟ هعمل فحمايه، مولعه فحمايه على البوتاجاز، وطفيتها كده بنقطتين من الزيت، وهتغطي الفراخ بتاعتك وتسيبيها شويه. الحركه دي حلوه جدا. البخار بتاع الفحم طبعا غير ان هو بيدي طعم، فبيدبلي البصل شوية، بيخليه طري كده، فبيكون حلو جدا في الاكل وما بيكونش حاد ولا اي حاجة. ما تستغربيش الموضوع. هنيجي بقى نروح ايه؟ نقلب الفراخ مع البصل والطماطم والفلفل والخضرة بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا هنا بقولك ان انا قدمت جنبها طحينة. تقدري طبعا تعمليها جنب شوية رز، تقدري تعمليها جنب شوية مكرونة، اللي يريحك. شايفين بعد ما تقلبي بقى اسمه ايه الشاورما بتاعتك. انا هنا بقولك ان البصل تقطعيه رفيع بالشكل ده، يكون رفيع جدا، علشان برضو في ناس بتتضايق من قرشة البصل، انما ده صدقيني هيكون حلو جدا. رشة السكر اللي احنا بنحطها بتدي سكارة كده للبصل، بتحوش الحدة بتاعته، ما بيكونش لازع ولا اي حاجة. البخار اللي طالع من لما احنا غطينا الفراخ بتاعتنا، البخار اللي طالع من الفحم دبل كمان البصل. فكل دي عوامل بتساعد على ايه؟ ان البصل ما بيكونش حاد معاكي خالص في الاكل، وبيكون مستصاغ للكبار وللصغار. وتيجي بقى تقدميها يا ست الكل زي ما قلت لك في اول الفيديو. تعمليها في عيش تورتيلا، تبصميها على ساندوتش ميكر، تعمليها في كده في سندوتشات. انا عيش بلدي ودخلته كده ببعض، ورحت عملت احلى سندوتشات وشويه شيبسي وحاجه ساقعه، وكان احلى غدا. جربي الوصفه بتاعت النهارده واستنيني في فيديو جديد.